لما إنسان يغلط في حقك أو يأذيك وتبدأ تبعد عنه بهدوء من غير ما تردله الأذية، هتلاقيه بيعمل حركات غريبة جدا. هتلاقيه متخبط كده، مش مصدق إنك فعلا مشيت خالص بدون ما تردله الأذية، فيبدأ يحاول يكلم كل الناس اللي حواليك، يحاول يشوه صورتك في عينيهم ظنا منه إنك بتعمل زيه بالظبط، مستني حد يقول له أيوة ده اتكلم عليك عشان يبرر لنفسه إنك شخص سيء. هيجري على الناس اللي بيكرهوك واللي ما كانش أصلا بيطيق إن يصاحبهم، بس دلوقتي هيصاحبهم عشان يدوله إحساس الأمان، إنه مش لوحده وإن معاه ناس بتسنده وتدعمه في مشاعره السلبية ناحيتك. هتلاقيه في صراع دايما، بيحاول يثبت للناس إنه مش وحش، لأنه معتقد إنك هتعرف الناس حقيقته. ما يعرفش إن ولاد الأصول بعضهم صمت واجتناب، لا في خروج أسرار ولا في شتيمة في ظهرهم. اللي غلط في حقك دايما هيفهم إن كل كلامك عليه، وهيفهم إنك ليل ونهار بتلقح عليه بالكلام، والهدوء اللي انت فيه بالنسبة له ده تخطيط ومكر، وسلامك النفسي بالنسبة له تظاهر. حتى حب الناس ليك هيوجعه، وهيحاول يبعدهم عنك برضه، عشان عقله الباطن يدخل في حالة الارتياح إنه مش هو لوحده اللي بعيد عنك. للأسف أفعاله بتكون ملحوظة من كل الناس اللي حواليه، وبيسيء لنفسه قبل ما يسيء ليك. دمتم بخير.